مساء الخير عليكم ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهاردة راجعة أتكلم على الأجازة اللي أنا كنت فيها. طبعا أنا عارفة إن أنا بتأخر عليكم من وقت للتاني، بس إحنا كنا في أجازة والسنة دي قررنا إن إحنا نروح أجازة مصر. بصراحة أنا عملت فيديو من مصر بس مرضيتش أنزله عشان زعلت يعني. بس أنا طالعة أتكلم على بعض الحاجات اللي شفتها في مصر. اول حاجه احنا في الطبيعي ما بنروحش اجازات في الصيف، يعني احنا بنختار ان احنا ما بنروحش اجازات في الصيف، بنروح اجازات في الشتاء، لان الصيف هنا بقاله 3 سنين بيجي حلو جدا وحر. بس طبعا السنه دي كان الصيف وحش قوي. وطبعا مش عارفه اوريكم بره، بس بره الجو بيشتي ومغيم ومش ساقع قد كده، بس في ايام ساقعه. المهم النهارده انا راجعه اتكلم عن حاجات كتير جدا في مصر. طبعا انا الفيديو ده مش هيكفي كل اللي انا شفته في مصر، بس انا هعمله على اجزاء عشان انا نفسي اقول كل حاجه انا شفتها بحلوها ومرها، يعني الحلو والوحش. اول حاجه لما بنزل مصر ايا كان المطار، سواء بقى مطار القاهره، احنا السنه دي كنا في شرم الشيخ، ومطار شرم الشيخ بصراحه كويس وكل حاجه مش زي مطار القاهره، والناس اللي شغالين فيه ناس محترمين. بس كل مشكلتي ان انا لما بنزل مصر، اي بلد احنا بنروحها، اي بلد في العالم سواء عربية او اوروبية، يعني مش لازم تكون اوروبية علشان يبقى عندها النظام ده. انا رحت زي ما انا قلت في فيديوهات كتير بلاد عربية كتير. انت بتخش البلد، اي حد بيبقى قاعد عشان يختم لك الباسبور، هي مرة واحدة بس اللي بيشوف فيها الباسبور، بس مش اكتر من مرة واحدة. يعني اكتر حاجة بتأزمني، اول حاجة انا شفت واحد عامل فيديو، هو انجليزي من انجلترا، شاب صغير، كان بيقول أسوأ مطار في العالم مطار القاهرة. هما ليه عندهم مشكلة الباسبور، اللي هو ان انت يعني تعمل تشيك على الباسبور مليون مرة تقريبا. انا ما عدتهمش المرة دي والله كم واحد شاف الباسبور. بس المشكلة كلها انت دخلت مصر اوكي، وقفت عند الضابط، والضابط اللي هو في الجوازات، اللي هو في القاعد اللي بيختم الباسبورات عشان تدخل، هو شاف الباسبور وختم وخلاص والموضوع انتهى. ليه بقى يقف واحد عسكري او امين شرطة بعد الضابط على طول ان هو يشوف الباسبور تاني، وبعد ما تعدي امين الشرطة او العسكري ده تروح لواحد امين شرطة تالت، وانت طالع يعني من المطار بعد ما شنطك تيجي وتاخد شنطك وخلاص، يعني انت خلاص طالع بقى، لا تعدي على سيكيورتي تانية خالص تحط شنطك وانت خارج من المطار. ما هو انا مش فاهمة النظام. اول حاجة، يا اما الناس دي مش فاهمة، يا اما الناس دي ما خدتش تريننج كويس. يعني لازم يكون الناس دي واخدة تريننج كويس. يعني اي حد بيشتغل عندنا هنا سواء بقى في المطار او بيشتغل بينظف حمامات، مش هقول لكم يعني عشان المطار بقى وكده وسيكيورتي، ايا كان في اي حتة بيدوهم تريننج على الشغلانة اللي هو جاي يعملها في اي حتة. يعني انت ما بتجيبش واحد وتوقفه كده ويبقى امين شرطة ولا ضابط ولا عسكري كده، بيخش مدرسة وبيتعلم، وبعد ما بيطلع وبيتعلم بياخد تريننج. لان انا دايما مقتنعة ان مش بس التعليم هو اللي مهم، التعليم مهم جدا، بس انت لو انت دكتور او جراح وخلصت دراستك وطلعت على المستشفى، انت مش بتطلع من الجامعة على المستشفى تبقى جراح، انت بتبقى تحت التمرين وبتتمرن كتير جدا علشان توصل ان انت تبقى جراح، مش بالشهادة، بالخبرة كمان، يعني بالشهادة وبالخبرة. وبيبقى داخل في الخبرة دي التمرين اللي انت بتاخده في اول ما بتشتغل. فانا ساعات مش ببقى فاهمة وانا في مصر، هل هم بيدوهم تريننج وهم يعني مش فاهمين، او هم مش عايزين يفهموا، ولا هم ما بياخدوش تريننج خالص؟ دي حاجة في المطار. تاني حاجة، احنا عملنا اوردر على اوتيل 5 نجوم، اوكي. الاوتيل ال5 نجوم ده اول حاجة ما كانش 5 نجوم، يعني هم حاطينه على الانترنت 5 نجوم بس هو مش 5 نجوم. هم مفكرين ان هم لما يحطوا واحد بره على بوابة شغال سيكيورتي ويسألك وانت داخل وانت طالع، يعني لو حد بيوصلني مثلا، لو ليا حد في مصر بيوصلني بالعربية للأوتيل، فبيوقفونا على البوابة وبيسألوه البطاقة والرخصة
هو ده السكيورتي. اول حاجه يا جماعه، لما تكون معين حد سكيورتي والشفت بتاعك فيه 5 6 هيشتغلوا، يعني الشغلانه دي لها مثلا 4 شفتات وهتغير ما بينهم الناس. يعني واحد هيشتغل مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 4، واحد هيشتغل من الساعة 4 للساعة وات ايفر. المهم يعني في شفتات بتسلموا لبعض. لو انت بتشتغل الشغلانة دي، لو انت واقف سكيورتي على باب اوتيل، لازم برضو يكون عندك تريننج. يعني لازم اللي انت بتعمله الشفت الاولاني من 8 ل 4 لازم يكون بيعمل اللي واقف في الشفت التاني من 4 ل 8 ولا ل 10 ولا كلهم بيبقى فيه ورق كده مكتوب تريننج، كله بيبقى بيعمل نفس الحاجة. احنا بنخش الاوتيل، يجي مثلا اختي توصلني بالعربية للاوتيل، فيجي يوقفها واحد يعمل تشيك على الشنطة من ورا، يقول لها افتحي الشنطة. واحد واقف الساعة 12 الظهر ما يقول لهاش افتحي الشنطة. واحد يقول لها هاتي الرخص، واحد يقول لها ما يقول لهاش هاتي الرخص. يعني ما هو انت لو انا مثلا سايح او انا نازلة مصر، انا بتكلم علشان نبقى احسن. انا نفسي ان احنا نبقى احسن حقيقي والله. يعني انا ببقى واخده معايا جوزي، او لما ببقى واخده معايا اصحابي، انا ساعات بنزل مصر باصحابي ومش مصريين يعني اجانب، اما ببقى نازله ببقى نفسي ان هم يشوفوا صوره حلوه. يعني ببقى يعني ما هو انا مش هينفع اكدب عليهم واقول لهم مصر بيرفكت، يعني لو نزلوا معايا هيشوفوا. ومفيش اي حته في العالم بيرفكت، بس في اماكن كتير عندها نظام وماشيين عليه، يعني فاهمين هم بيعملوا ايه. المهم خلينا نتكلم على الاوتيل. خلاص ده دوت اللي واقف على البوابه. دخلنا بقى لحد الاوتيل من جوه، يعني الاوتيل على باب الاوتيل بقى. آه انا عملت تشيك ان في الاوتيل. طبعا انا ما بتكلمش على الاستاف، عشان الاستاف يعني هم من وجهه يعني او في نظري انا هم ناس عاديين مش ذنبهم. اي حد بيحط رولز او بيحط او انا مثلا بعين حد عندي، لو اللي انا معيناه عندي ده ما خدش تريننج وانا المديره، انا السبب مش هو. يعني مش اللي شغال تحت ايدي هو السبب في ان هو ما خدش تريننج وما عندوش معلومات انف على شغله وما عندوش وما عندوش وما عندوش. اوكي، فكل اللي شغالين كل الاستاف انا ماليش دعوه بيهم، عشان دولت في نظري هم لا حول لهم ولا قوه. يعني السكيورتي اللي واقف على الباب، او السكيورتي اللي واقف على باب الاوتيل، او الريسبشنست اللي هو واقف جوه بيشتغل جوه في الاوتيل، ايا كان. فانا بتكلم على الناس اللي بيحط لهم الرولز. اوكي، خلينا مكملين. انا دخلت وعملت تشيك في الاوتيل، تشيك ان ومش عارفه ايه وبعدين معايا شنط كتير. كانت اختي موصلاني برضو بالعربي، يعني كانت جابتني من المطار ووصلتني بالعربي. فانا معايا شنط كتير، وزي اي حد بينزل اجازه عند اهله بيبقى واخد هدايا معاه. فطبعا مش هفتح الشنطه على باب الاوتيل عشان اخد الهدايا معايا لاخواتي او مثلا لحد او اي حاجه ايا كان. فانا طبعا زي العبيطه الهبله ما كنتش اعرف النظام في مصر، لان ما كنتش اعرف ان مصر فيها نظام صارم قوي كده. بس طبعا اكتشفت ان وانا في الاجازه آه، واحنا رايحين لان الاوتيل كان فيه اوتيل، يعني كان عندك اختيار ان انت تاخد اوضه في الاوتيل او الفيلل بتاعه الاوتيل. هي برضو في نفس المنطقه، في نفس المكان اللي فيه الاوتيل، بس فيلل بره. واحنا كنا واخدين فيلل بره عشان كانوا كاتبين على الانترنت ان هي اهدى شويه من الاوتيل. يعني الاوتيل فيه موسيقى وفي ناس بتسهر في الريسبشن تحت مش عارفه ايه. فاحنا في الفيلل اللي هي بره دي، فاحنا قلنا لا احنا عايزين هدوء، يعني عشان النرويج هاديه، فلما بننزل مصر بيبقى عايزين شويه. يعني احنا عارفين ان مفيش هدوء في مصر، بس بنبقى محتاجين شويه هدوء. المهم ركبنا العربيه اللي هي بيوصلوا بيها الناس لحد الفيلل بشنطهم. فاختي قعدت جنبي، يعني انا هاخدها معايا عشان افتح الشنط عشان تساعدني، يعني تشيل معايا واحنا طالعين. وحصلت مشكله وعديك ويقول لك لا ممنوع، اصل انت ممنوع تاخد معاك حد الاوضه. ما هو انا مش واخده واحد. يعني دي اول حاجه. يعني لما تحط رولز للاوتيل، او يعني اللي بيجي يقولك اصل ده الرولز يا فندم، يخرب بيت الرولز. الرولز على انه اساس؟ يعني انا بس عايزه حد يشرح لي الرولز دي على انه اساس. يعني انا عايزه افهم مش اكتر والله العظيم بجد. اول حاجه هتخش معايا الاوضه 10 دقايق ونطلع. اوكي، المهم
هي قعدت معايا في العربية، واللي هم طبعا الغلابة، حبة الغلابة اللي واقفين، اللي هيسوق العربية واللي واقف على باب الأوتيل، اللي متقال لهم يعملوا ايه، هم اللي متصدرين لي، يعني اللي متصدرين لي أنا، يعني هم اللي هياخدوا كل الهوت شاور. مدير الأوتيل أو مدير الريسبشن أو اللي حاطط الرولز هو مش موجود أصلا، يعني هو مقابلنيش. المهم قلت لهم لا، انا هاخدها معايا الاوضه 10 دقايق وهاخد. لا يا فندم، والموضوع كبر، يعني الموضوع كبر، خلوني اتعصبت. اوكي، انا والله العظيم وحياة ربنا انا لما بكون في مصر ما بحبش اتعصب على اي حد ملوش ذنب. مش هقدر اقول غلبان لان هم شغالين ناس محترمه وكل حاجه، فهم مش غلابه. اي حد بيشتغل وبيعمل فلوس او بيدخل دخل، ده من نظري راجل يعني. لكن هم مش هم اللي حاطين الرولز، دول متصدرين بس، يعني هم مصدرينهم لواحد زيي او مثلا واحد غيري او واحد غيري. المهم في الاخر قلت له ناديلي مدير الاوتيل. ما هو انا جايه من بلد فيها برضو رولز على فكره، يعني هنا في النرويج في رولز. لما انا اشتغلت في اوتيل هنا 5 سنين، اما حد بيجي عندنا، يعني ما انت ممكن تعزم حد عندك في الاوضه يشرب معاك، يعني هنا في النرويج، مش بتكلم على مصر. في واحد مثلا ممكن يكون جاي من سيتي تانية هنا وصاحبه هنا مثلا، فصاحبه مش قادر يعزمه عنده في البيت، فبيجي مع عنده في الأوضة فوق يشربوا كاسين ويقعدوا ويسهروا مع بعض، وبيروح بيته في الآخر. يعني ده في النرويج، وهو داخل الريسبشن من تحت مفيش حد يقدر يقول له الرولز ما ينفعش تطلع فوق، مستحيل. انا بتكلم على النرويج، انا معرفش طبعا اي حد يعني اي حته تانية في اوروبا هي شكلها ايه او في كده، ولا حتى في انا رحت الاردن على فكره، ولا في الاردن في كده، مفيش في الاردن كده. يا جماعه انا لما رحت الاردن لقيت الناس الاردنيين هناك في بلدهم بيحترموا بعض. عارفين يعني ايه بيحترموا بعض؟ انا الموضوع لفت نظري علشان ما شفتوش في مصر بصراحه. يعني انت لما تكون مثلا، لو انا راكبه تاكسي في مصر ورايحه عند اوتيل، والسكيورتي اللي واقف على الباب شاف سواق التاكسي موصلني، ما بيكلموش بعض باحترام، مش بيكلموا بعض بلغة احترام. انا لغة الاحترام دي شفتها في الاردن، انا احترمت الشعب ده من احترامهم لبعض، والله انا بكلمكم بجد. انا دخلت محلات في شرم الشيخ، انا دخلت محل في شرم الشيخ، عارف قال لي ايه؟ اول حاجة لما لقاني مصرية، او لما لقاني يعني بتكلم عربي، قال لي انا بقى ما بحبش معاملة المصريين، ما بحبش اتعامل معاهم. ليه ما بتحبش تتعامل معاهم؟ هو ده المودة والرحمة اللي ما بيننا وما بين بعض في مصر. انتوا شايفين احنا شعب طيب زي ما انا بقول كل مرة، بس انا لما بنزل مصر اجازة بشوف حاجات بتوجعني بجد والله العظيم جدا. آه، تاني حاجة شفت في الاوتيل، يعني انا ساعات بسأل نفسي احنا ليه ما عندناش نظام. يعني لما بكلم حد اقول لهم انا نفسي اشوف مصر زي النرويج، يقول لي ياه انسي. ليه انسى؟ يعني ليه انسى؟ انا شفت اللي بينظف الاوض، طبعا كان اسمه يوسف، وعايزه اشكره لان يوسف كان شاب محترم، وبصراحه هو ما كانش مخلي على جهد. الف شكر يا يوسف. انا معرفش الفيديو بتاعي ده هيوصلك ولا لا، بس لو وصلك احنا بعتنا فيدباك عليك حلو جدا للاوتيل، ويا رب ياخدوا بيه. طبعا يوسف بيشتغل زي اي حد تاني، بيشتغل 7 ايام في الاسبوع، وبيشتغل ساعات 12 ساعة، يعني من 10 ل 12 ساعة في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، 40 يوم متواصل، كل 40 يوم بينزل اجازة. الاجازة بتاعته بتبقى مدفوعة هو قال لي، بس احنا هنا عشان حد يشتغل 12 ساعة متواصل 7 ايام في الاسبوع، الحكومة تمنع ده. عارفين ليه؟ عشان هما دايما بيقولوا ان جسمك له حق عليك ان هو يرتاح، يعني الجسم يشتغل 5 ايام ويومين يريح، لان يوم واحد هي دي حقيقة فعلا. انا لما باجي يوم الجمعة بالليل انا ببقى مخلصة شغل، وببقى عندي السبت والحد اجازة،
فببقى عارفه ان جسمي في الحد هيخش في مود ان النهارده اول يوم اجازه فمش هيرتاح قوي، بس يوم الحد بيرتاح. ليه؟ بيبقى خلاص الجسم ارتاح، او آه فهم ان هو في مود الراحه، يعني المود بتاع الراحه زي التليفون كده. المهم، ده الاوتيل. فانا مش عارفه مين اللي بيحط لهم الرولز، يعني مين اللي بيحط لهم الرولز. انا طبعا مش هقول اسم الاوتيل عشان انا مش طالعه شهر بالاوتيل ولا طالعه شهر باي حد. انا كل اللي انا طالعه النهارده اتكلم عن حاجات شفتها مش حلوه، مش حلوه لينا، ومش حلوه ان السياح يشوفوها. انا دخلت محل تاني عشان اشتري حاجات، فكان في سياح من روسيا واقفين، وانا دخلت فلقيته بيعاملني وحش. فقلت له هو انا يعني هم زباين وانا مش زبونه؟ يعني انا مش فاهمه. انت المفروض ترفع القبعه لابن بلدك. يعني حتى انت لو مش هتكسب منه مش مشكله، ما انت هتكسب من الاجنبي، يعني انت كده كده هتكسب من الاجنبي. فبلاش تعامل ابن بلدك بطريقه وحشه، عيب. طبعا انا طولت عليكم النهارده لان انا عندي كتير جدا، يعني انا عندي حاجات كتير جدا من الاجازه. انا قعدت في مصر اسبوع بس، وكان نفسي ان انا اكمل، بس انا عشان متعوده ان انا خفيفه عليكم هكمل لكم بقيه الاجازه. وطبعا لازم ادي كل واحد حقه. الناس اللي انا شفتهم هناك الناس كويسين، والناس اللي هم مش كويسين، زي اللي بيقول لك انا ما بتعاملش مع مصريين، واللي بيكشر في وشك لما بتخش لما بيلاقيك مصري، وحاجات كتير. وحاجة تانية بقى خالص، مصيبة هحكي لكم عليها بس في الفيديو اللي جاي. مستحيل تحصل في اي حتة في العالم، بس مش هقدر احكي لكم عليها النهاردة، هحكي لكم عليها في الفيديو اللي جاي. وخليكم معايا واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر.